احنا قابلنا مي هنا في الغردقة. مي اصلا هنا من الغردقة وعايشة هنا، وبتستخدم عجلتها تقريبا بقالها 4 سنين بشكل يومي. يعني بتروح بيها المدرسة، بتروح بيها دروسها، مشاورها، كل حاجة هنا في الغردقة تقريبا. يعني معظم المواصلات بتعملها بالعجلة. فهي بقى اللي بتفسحنا النهارده في الغردقة، يعني بتورينا الاماكن الحلوه هنا في الغردقه. وبصراحه وقفنا اكلنا عند الراجل بتاع بليله هنا، يجنن بصراحه. احنا لسه مستمرين النهارده بالليل مع مي، وبكره الصبح ان شاء الله هنكمل بقى ناحيه سفاجه والقصير. شوارع الغردقه هاديه وممتعه بصراحه. يعني معظم الشوارع هاديه، ما فيهاش عربيات كتير. الجو حلو بصراحه. واحنا وصلنا عند مسجد كبير اسمه المينا، يعني تقريبا اكبر مسجد موجود في الغردقه. وتقريبا العيشة بيدن اهو، او كان بيدن وبيصلوا دلوقتي. ده المسجد، مسجد المينا الكبير. احنا دلوقتي في المارينا. يعني لفينا حتت كتيرة. رحنا الاول الكورنيش، وبعد الكورنيش رحنا الجامع الكبير اللي هو جامع المينا، ورحنا حلقة السمك. بس حاسين بصراحة بتأنيب الضمير، لأن مي عندها امتحان بكرة واحنا معطلينها عن المذاكرة. بس هي بصراحة ما أثرتش معانا خالص يعني. خلاص مريم مروحة، وبعد ما تعبناها بصراحة النهاردة لفينا لفة كبيرة. واحنا بندعي لها والله ربنا يوفقها في الامتحان بتاع بكرة. بس يعني لسه برضه حاسين بتأنيب الضمير ان احنا نزلناها النهاردة يعني. يلا نشوفك على خير ان شاء الله. باي باي. امبارح لما كنا ماشيين الصبح احنا رايحين نفطر، بعد ما وصلنا ونزلنا بيت الشباب ورحنا نفطر آه، في الدهار الصبح. يعني واحنا ماشيين شفنا بنت راكبه عجله، فكنت انا وعمرو وصهيب ماشيين كده بنقول ايه ده، بنت راكبه عجله. يعني كان بالنسبه لنا المنظر بالنسبه لنا منظر غريب يعني. فسبحان الله اتفاجئنا يعني النهارده ان هي كانت مي هي اللي راكبه العجله امبارح. يعني هي كانت رايحه، كان عندها امتحان امبارح، فكانت رايحه الامتحان بالعجله. فصدفه غريبه بصراحه. يا جماعة، افتكاسات عمرو كل يوم بالليل بيفتكس حاجة جديدة. امبارح جاب لنا فطير وعسل. النهارده جايب ايه البتاع ده، بتقول اسمه ايه؟ باباز. يا جماعة انا أول مرة أشوف الكائن ده في حياتي، أو يعني وفي كور غريبة جوه. ايه البتاع اللي جوه ده؟ بلي. والقطة تقريبا مستمتعة بالقعدة معانا. صباح الخير، يوم جديد. احنا المفروض كنا على الطريق دلوقتي، بس للأسف يعني كله نايم. محمد ربيع كان بيتمشى امبارح بالليل لوحده، وتقريبا وقع من العجلة. عمرو راح معاه المستشفى يعني. فكنا المفروض نصحى 3 عشان نتحرك 4، بس طبعا يعني عمرو اتأخر معاه في المستشفى وكده. فناموا متأخر، فغالبا لحد دلوقتي محدش صحي يعني. فأنا مش راضي أصحيهم، قلت أسيبهم بقى نايمين، وإن شاء الله يعني لما يصحوا نبدأ نتحرك. فاحنا كده غالبا مش هنوصل النهاردة القصير، غير بقى لو قرصنا على نفسنا شوية. محمد هو يا جماعة صحي، بس هو واضح ان الموضوع كان كبير. يعني احنا امبارح كنت نايم، لسه شايفه دلوقتي. ايديه اليمين متجبسة، وايديه الشمال متعورة، وتقريبا رجليه الشمال برضو اعتقد فيها يعني وجع. ف هينزل القاهرة النهاردة يعني. هيركب الباص وينزل، بس طبعا لسه مستني الصبح عشان يروح يجيب الأشعة، لأن الأشعة كانت على الكمبيوتر فلسه ما اتخدهاش. فكان شوية شقاوة يعني. بس ألف سلامة يا محمد. يعني كان واحد نفسه صح أهو. واحد كان نفسه إن هو يكمل الرحلة كلها على خير يعني، من غير إصابات ولا أي حاجة. بس هو يعني الحمد لله إنها جت على كده، يعني مش أكتر من كده. الموميا اللي ورايا دي محمد سعيد يا جماعة، متكلفت من فوق لتحت، يعني مش سايب حتة للناموس تخش.
وعمرو نفس الكلام. عمرو من فوق لتحت يا جماعة مش سايب مكان للناموس يخش، يعني بيأمنوا نفسهم. ده مش مصدق ان هو خلاص هيودع بيت الشباب بقى والمخدة، هينام تاني على الرملة والخيمة، مفيش مخدات تاني. دي شنط عمرو يا جماعة، دي الخيمة وشنطة عمرو، ولسه في كيس صغيرة هنا اهي. دي شنط ربيع، يعني ما شاء الله أكبر شنط موجودة، يعني شايل حمل جامد أوي. آه، دي شنط صهيب، الشنطة وسليبنج باج، معلش يا سعيد خبطت على في رجلك. وادي شنطة تالتة والخيمة و كده حاجات من دي. ودي لسه برضو حاجات ربيع تبع الشنطة الكبيرة. ودي شنطة سعيد. دي بقى دي بقى شنطتي يا جماعة، أصغر شنطة.